عندكم مشاكل في التقطيع. حاولوا تحلوا المشاكل الشخصيه للراجل اللي بيقطع حاجات عندكم. الراجل ده يا يطلق يا يسيب الشغل. ده متصالح مع مراته وحياتهم الاجتماعيه ماشيه كويس. كافئوه يا جماعه، اديله مكافاه. تمام. وفي وقته عشان انت جعان. جه في وقته عشان اوقات والله بتصل مثلا بمحلات وكده، بمطاعم، بيقول لي مثلا ايه نص ساعه او ربع ساعه، يجي لي بعدها بساعتين بالظبط. انا ببقى في الوقت ده ميت، ببقى جعان. شغلني. والله العظيم عسل ومسترد شغلني، عمال اكل واعمل ريفيو وبفكر فيه، فده نجاح. اللي هو النجاح في حد ذاته شغلني. نفتح بقى يا عم عمرو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده سمعنا ان في حاجه جديده عملتها البيتزا هات، حاجه اسمها بيتزا بالمتر. يعني كلمه المتر دي ما سمعناهاش الا في الكفته. قلت عارف انا بتاع احجام وبتاع احجام ايه بالظبط؟ ما علينا، يعني احنا بنتكلم النهارده عن الاكل بالظبط. ما تطلعش بره الموضوع. بعدين المهم فعمرو دايما عمرو من الناس اللي بتحب تجرب مطاعم كتير واكلات كتير باين. وبيعمل فيديوهات. فهو النهارده قال لي بحكم ان البيتزا متر فمش هيعمل ريفيو لوحده، فقال لي ان انا اطلع معاه النهارده وتساعدني واساعدك بحكم انها متر، يعني حاجه كبيره. وما دام فيها اكل انا دايس، يعني ما دام حاجه فيها اكل انا موجود، انا بشتغل بلقمتي. شغال يعني. بيتزا هات عملت حاجه اسمها بيتزا متر. اول حاجه نتكلم على شكل العلبه. العلبه هنا رسمين عليها متر على اساس يعني يثبتوا انها متر. انا الترابيزه بتاعتي وانا بتجوز وانا عند النجار في المناصره. فانا قلت له عايز الترابيزه دي متر، ففعلا الترابيزه دي متر، والعلبه يعني ممكن نقول متر الا 5 سم. نفتح بقى يا عم عمرو. ده شكل العلبه. طبعا هي دي ناس كبيره، بس انا اول ما شفت العلبه حسيت انها بتاعت اطفال، يعني انا حاسس ان انا راكب باص مدرسه. صحيح. طب ايه فكره العربيه؟ مش فاهم. هي ليموزين ما تعرفش. صدق هي اسمها ليمو. ايوه. التعليم حلو. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. فهي على اساس حاطين عربيه ليموزين، فهي اذا اسمها بيتزا ليمو اختصارا للليموزين. ايه علاقه البيتزا بالليموزين؟ نسال فيها بيتزا هات بقى. خلينا في انت عنيف قوي مع الاكل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى نتكلم اول حاجه عن التوصيل. احنا عمرو اتصل، وبصراحه هو يعني هو قال لي نص ساعه ونص ساعه بالدقيقه، يعني كان 31 دقيقه بالظبط تماما. فهو يعني بالنسبه لسرعه التوصيل انا شايف انها بيرفكت. هو كمان بيديك اوبشن وانت بتختار، هي بتبقى عباره عن 3 قطع. فانا وعمرو بدانا نختار. اول جزء اخترناه سوبريم. تمام. الثاني كانت تشيكن سوبريم تقريبا بالظبط. والثالثه بيف. تمام. بيجي معاها 3 انواع صوص. اقرا بقى معايا عشان النضاره. ده صلصه رانش. وده تاي شيلي صوص. هو ايه بقى؟ هنكتشف. انت يعني جاي ايه يا عم؟ ودي ايه؟ بيتزا هات صوص العسل والمستردة. صوص عسل ومستردة. معموله في طنطا. ظريف. ايه عسل ومستردة؟ المهم يعني هي حاجه عامله زي السكالانس. عارف انت لما تحط شاي على قهوه وحاجتين ما لهمش يعني قشطه. هنشوف يعني بيتزا هات بتعمل معانا. هنشوف بقى. طبعا احنا النهارده هنقول راينا بكل صراحه. انا متحمس. بالظبط. انت جعان مش متحمس. والله لا متحمس ادوق فعلا. بالنسبه بقى ايه التغليف، فانا عايز اتكلم على التغليف عشان لاحظت حاجه ما عجبتنيش. تمام. نوع الكرتون اللي متغلف بيه البيتزا مش عاجبني. حاسس ان البيتزا محطوطه في كرتونه شيبسي. عارف اللي هي الكرتونه. خدوا الكرتونه قصوها ووصلوا 2 ببعض وحطوا البيتزا فيه. تاني حاجه طبعا هم كانوا عاملين فراغات عشان التهويه، ودي حاجه كويسه في الكرتون صح. كمان الحاجه اللي انا مش عجباني قوي ان البيتزا محطوطه على الكرتونه لازق، يعني محطوطه على الكرتون مفيش ورقه تحتيها. فمش عارف الكرتون ده لو فيه يعني ما حبيتش الفكره. يعني ما حبيتش اللي انا باكل والاكل محطوط على كرتون من النوع الرخيص. حتى عمرو لما اول ما دخل عليها بعلبه قلت له يا دي شيبسي ولا ايه؟ فيمكن نوع الكرتون ده استخدموه عشان بيوفروا
يعني بحكم ان هم إن بيتزا كبيره فبيوفروا شويه في نوع الماتيريال. عموما هنشوف ده بقى هيفرق ولا لا. انا اهم حاجه عندي الطعم. انت بتاع انا اهم بطنك. حاجه الطعم ينزل بطني. عمرو عملي، عمرو داخل على طول على بتاع. الحاجه الثانيه كمان غير الحاجه ان هي وصلت فعلا في نص ساعه ودقيقه بالظبط وصل فيها الاوردر، انه وصل سخن. ودي حاجه بحترمها قوي 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 في المطاعم لما بطلب منها دليفري، ان الاكل يوصلني سخن وفي وقته عشان انت جعان. جيت في وقته. لا اوقات والله بتصل مثلا بمحلات وكده بمطاعم، بيقول لي مثلا نص ساعه او ربع ساعه، يجي لي بعدها بساعتين بالظبط. انا ببقى في الوقت ده ميت، ببقى جعان. زي واحد صاحبنا ببقى قاعد مستنيه بتصل انت فين، انا خلاص اهو، وهو لسه على السرير اصلا، ما بيقول لسه مواصلات في المواصلات وهو لسه في بيتهم نايم اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهنخش بقى يلا الماتش هيبدا. تحب تبدا بانهي حاجه؟ انا هبدا باللي عندي دوت اللي هو السوبريم. تمام، اشيل القطعه الحلوه قوي دي. انت بتختار. حاجه كمان لفتت نظري، البصل متقطع حتت كبيره قوي يا بيتزا هات. يعني انا حاسس ان انا باكل في سلطه بلدي. عارف حد مسك كده في مطعم، عارف انت مطعم شبراوي بتاع، لو يمسك السلطه البصله يا اخي خليك معايا انت دلوقتي ماسك البيتزا بيبص لها زي ما كنا قاعد مع خطيبته على النيل، عارف. جعان يا جدعان والله. فالبصل متقطع قطع كبيره قوي، يعني انا حاسس ان هاكل سندوتش طعميه. وانا من الناس اللي هي ما بتعترفش بالبصل في البيتزا، يعني البصل دوت فول وطعميه. ايه تاني؟ لا في بيتزات بتحط البصل على الاقل، بس ما بحبهاش في البيتزا. عدد صغيره. انا بحب البصل بس ما ينفعش اشوفه قطع كبيره كده. تمام. عمرو طبعا اشتغل، انا بقى طبعا خد الحته الكبيره. انا بقى طب وانا اخوك طبعا هي بصله سخنه حلوه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا نسينا نقول لهم يا عم في ايه؟ بدأنا بالتشيكن. ده السوبريم ولا ده التشيكن؟ احنا بدأنا بالسوبريم. دي سوبريم ولا تشيكن؟ دي السوبريم. انا منين يودي على فين؟ السوبريم. انا اسف انا حسيت البصل بيضايقنا في البيتزا. ماشي. مبدئيا تعالى نتكلم عن عجينه البيتزا نفسها. والله انا كنت بحسبها اوحش من كده بامانه. يعني انا والله عشان انا صريح والله يعني هي منظرها انا كنت حاسس ان انا جايبها من فرن الرحمن، عارف اللي هو فينو وحاطين بقى. لا بس لذيذ يعني انا حاسس. هو طبعا لا يرقى لنوع عجينه البيتزا الثانيه، الانواع الثانيه اللي هم بيقدموها. يعني طبعا هنا حاسس ان مرخصين الماتيريال شويه الخامات، بس على الاقل لا شغال حلو. هو انا بس ملاحظ فرق بينها وبين اي بيتزا بناكلها من بيتزا هات. ان الجبنه قليله شويه، يعني حاسس ايه ده هي فيها جبنه؟ في انا مش شايف جبنه. بحس ان هم فعلا زي ما انت ما بتقول. لا هي فيها هم مقللين جبنه شويه كمان، بس هو اقرب يعني لفطاطر السروجي. بس تمام احنا بنتكلم عن يعني هي حلوه مش قوي يعني. نعديها يا بيتزا هات، نعديها. الزيتون كمان حلو، مش كده يعني. مثلا مش الزيتون ابن ناس، ربع زيتونيه كده في كل قطعه. لا ده زيتون كميه حلوه يعني. تحس ان الزيتون تعليمه كويس يعني. عمرو عايز يقول ان تعليمه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش بقى دي البيف. هنخش الاول. تاني حاجه طبعا مش عايزين نشبع، لان هي متر يعني. هي طبعا مش متر قوي بالظبط، لان العلبه زي ما انتم شايفين في جزء منها صوص وبتاع، بس احنا مبدئيا نعتبرها متر. فنخش بقى في النوع الثاني اللي احنا طلبناه، تشيكن سوبريم. لا ده بيف. ده بيف ده مش عارف اصلا. لا بيف اهو يا عمرو، اهو بيف اهو يا عمرو بيف اهو. لا والله. والله. طبعا هي دي من حلاوه بيتزا هات انها بتخليك انت مش عارف انت بتاكل ايه. يعني اللي هو كل واشكر. كل واشكر. نخش بقى في البيف. هناخد بقى حته زي كده اهي. طبعا هما كمان مقطعينها عباره عن مستطيلات. بس في حاجه معلش، مستطيلات رفيعه. في حاجه هنا مقطعين قطعه كبيره وقطعه صغيره.
يعني مش بالظبط، فتقريبا اللي بيقطع مش عارف، او تحس ان هو بيقطع مراته منكده عليه، فاللي هو يلا اللي هو غيره لا شغلته واقف طول النهار ماسك السنجه بم 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 بم. يعني المفروض دي قطعه وبقطعها قطعه. مفيش تناسق في القطع يا عم الحاج، يعني بعدين انت مراتك مزعلك كلنا احنا نصالحكم على بعض. انت بدات من قبل ده، انت خلصتها. بسم الله. دي بقى البيف. الزيتون فيها فقير. ما بيشتغلش. لا بص انا كنت عارف تحس انها عربيه كبده وصدوق بتاعت المطراوي. الله ينور عليك. يعني عارف انا بحس ان انا باكل السجق ده ابو 30 قرش. فاكر انت السندوتش ابو 30 قرش ده؟ كان ب 15 قرش في الاول وانا صغير. والاثنين بربع جنيه. على اساس لو كان بيدفع انا اصلا. حبيبي يا عم حبيبي. لا بيتزا هات لا. البيف لا ما فعلا البيف مش عارف، تحس ان مورد اللحوم شويه ما يعرفش ربنا مورد اللحوم بتاعهم. تحس ده تمام. البيف لا يعني، يا بيف يا بيتزا هات محتاجه اكس، بس محتاجه شغل اكتر من كده. لا يعني نخش بقى ايه في التشيكن سوبريم. هو تقريبا ده السبايسي؟ لا مش سبايسي، احنا لسه ما دقناش. هو بس هو عليه فلفل يعني هنا الجزء السوبريم والتشيكن سوبريم عليه فلفل سوري البيف والسوبريم عليه فلفل رومي. ده تحس اللي هو الفلفل القرون. ما بحبش السبايسي عامه يعني، فده بالنسبه لي انا عارف اللي لا ما هو ممكن يكون الفلفل مش سبايسي قوي، ممكن فيه فلفل بارد وفيه فلفل. تمام. طب هات لي حته وانا اشيل منها الفلفل. تمام. عمرو هينقي الفلفل واشيل بالظبط. عامل زي العيال الصغيره اللي احنا بناكلهم السمك ونطلع عشان ما ياكلوش السوق. ما باكلش حاجه سبايسي بالظبط. انا دايس بقى عشان حتى ادوق واقول لكم. طبعا واحد بقى ذكي بقى يقول لي انت بتاكل من غير صوص ازاي؟ لا ما احنا بنجرب كده الاول وبنجرب بالصوص عشان نقول راينا من غير صوص بالظبط. وعشان ندي بس الراي سليم، انت عشان الصوص ما ياثرش على طعم المنتج الرئيسي بالظبط. وبعدين الصوصات نفسها محتاجه اعتقد ريفيو، بالذات الاخ ابو عسل ومستردة ده لازم ادوق. ده غيظني من ساعه ما شفته، ولا عارف بياكل في دماغي عسل ومستردة. تحس ان يعني يا بيتزا هات والنبي قطع البصل كويس، دي ربع بصلايه لوحدها. والله شاغلني. والله العظيم عسل ومستردة شاغلني، عمال اكل واعمل ريفيو وبفكر فيه. فده نجاح، اللي هو النجاح في حد ذاته شاغلني. يلا بسم الله. طبعا الطماطم كمان متقطعه تقطيعه سلطه البلدي اللي بناكلها في الفطار في رمضان. يعني عارف قطع كبيره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنعمل تشيكن سوبريم. سبايسي فعلا. ايه؟ سبايسي فعلا. وشيل منها فلفل كمان. ما انا حسيت انها سبايسي. انا هكمل عشان هكون صادق معاكم في الريفيو، فلازم اكمل عشان اعرف الراي. مش فين الفراخ؟ ما فيهاش غير سبايسي وقطع بصل والطماطم اللي هي بتاعت السلطه يعني انت قلت سلطه فول وطعميه؟ تحس لا سلطه بلدي اللي هي بتاعت رمضان دي، احنا بنقعد نقطع. عندكم مشاكل في التقطيع. حاولوا تحلوا المشاكل الشخصيه للراجل اللي بيقطع حاجات عندكم. الراجل ده يا يطلق يا يسيب الشغل. شغال. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ مش قادر انا عمال اضحك مش عارف اتكلم. ماشي مش انت اللي اخترت. يعني هو البروديوسر بتاع الحلقه دي هو الاخ عمرو عزت. هو كانت فكرته والله لقيت حاجه حجمها كبير قوي كده حاجه حجمها كبير. فتمام. مش انت تمام؟ تمام. انا تمام. نجرب الصوصات بقى، بالذات ابن الكلب اللي غيظني ده، اللي هو ابو عسل ومستردة ده اللي شاغلني من ساعه ما بدانا. طلعنا الرانش عشان انا من عشاق الصوص الرانش. ده الصوص العسل والمستردة. انت هتحب تجربه بانهي قطعه من دي؟ لا دي طبعا اول قطعه. خلاص طلع. انا هجربه حتى في قطعه مختلفه عشان برضو نشوف. البيف نجربه بالبيف. انتوا رولتكم معايا النهارده. انتوا اشم ريحته بس. بيتزا هات تحاولوا تتواصلوا معايا. مستردة اوفر قوي. طب والله ما كنتش بحب المستردة، حبيتها.
انا حاسس فعلا ان هو بص هي مستردة، هو طعمها يعني 98% فيها مستردة، بس تحس بالعسل. مستردة مسكرة. تحس مستردة دمها خفيفة، تقول لي يا مستردة يا عسل. يا عسل. يا مستردة عسل يعني فاهم. لا حلو. شكرا. ما يعني لا لو ما دام المستردة طعم غالب والعسل اضافته بسيطة ومش مديها يعني حاجة حلوة، ما نخليها مستردة. طبعا ده اللي فكر فيها. جيت برضو حد متخانق مع مراته في بيتزا هات بيحب يعني ايه. طب انت لوحدك ولا ده ايه بقى؟ انا بشوف ده اللي هو الرانش. الرانش. صوص الرانش. مش عارف افتحها. لا انا طعم البيف لوحده كان احسن من الصوص. اللي هو المستردة والعسل. انت جربتها السوبريم، هل حسن طعم السوبريم ولا كان لوحده احسن من وجهة نظرك؟ الاثنين قريبين، بس انا حبيت المستردة. تمام. انا مش بحب المستردة بس حبيتها. مستردة وعسل، ما هو المشكلة ان العسل فيه مدي لسعة كده غريبة شوية. شم كده. مين ده؟ شم كده. ريحة ايه؟ ريحة خل. او كريم. يعني حاسس ان انا عايز ادهن منه. لا انا شايفه لذيذ لوحده على فكره. لازم. لا انا هجرب بقى بحاجه مختلفه. لذيذ قوي على فكره، خلي بالك عشان في خل جامد. هجربها بقى بالتشيكن سوبريم عشان انا جربناها بالبيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلو. طب هو في صلاحيه ولا ده ايه؟ لا حلو يعني ما نضيعش وقت وندور عليه ان هو كلام كتير. بعدين لا بيتزا هات صلصه الرانش لا حلوه بيتزا هات. مش عاجباني. احنا ايه يا عم والله حلوه. انا بحب الرانش اصلا، بس مش ده في حاجه غلط، مزز شويه. بس انا المزازه حلوه، انا شايف المزازه لذيذه. بس انت اكيد عارف الفرق بين صوص الرانش ده وبين الحاجه التاني. يا عم انا ليا دعوه بالبضاعه. انا ما قاعد اشغل نفسي. لا اللي اخترع صلصه الرانش دي انه يتحط معانا ده متصالح مع مراته وحياتهم الاجتماعيه ماشيه كويس. كافئوه يا جماعه، اديله مكافاه. تمام. اللي هو ايه التاني بقى؟ شيلي صوص شيلي صوص. ده فلفل احمر وخل مقطر وماء ونشا زق. سعيد اردغانه ومستمع منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وتوفيق علي وليله جامده قوي سعادتك. معني تحس انه عارف روشته الدواء. اديني لونه عامل زي لون صلصه الطماطم بس على اورنج شويه. انا بقى ما جربتش اي حاجه السوبريم دي باي من شم. انت هتشرب يا عم الحاج. شم كده. شمته يا عم ما تقرفنيش بقى. ما حلو انا بالنسبه لي. ايه ده يا بيتزا هات؟ تصدق ما كنتش ريحه كله. كل ايه يا عم؟ لا مش كل خالص، انا مش عايز اقول في حاجه. باشا ده ريحه شراب صاحبه لابسه من الصبح بالليل. والله العظيم انا بتكلم بمصداقيه، مش قاصد ادوس على بس. والمصحف ريحه شراب. ريحتها فاحت مره واحده يعني. بس هجربها عشان اقول لكم رايي، عشان احنا ناس عندنا مصداقيه لازم نجرب قبل ما. يا عم ده ايه يا عم ده؟ انت طالب لنا بيتزا من محكمه الاسره. مش عارف نشوف. مش عايز اغوط. لا انت اضرب بقى عشان انت تقعد تفكر كتير لان ودي كمان مسكره. مش فاهمه ايه. حلوه. باشا المفروض كانوا يغسلوا الشراب ده قبل ما يحطوه لنا في صوص. لا مش سبحان الله اللي كان مضايقنا في الاول ولا طلع حلو. يعني انا قاعد ندمت اني سمعت كلامه. انا تفاصيل اللي جابتني هنا. انا قلت واحد هيصور فيديو وهيجيب البيتزا على حسابه وبعدين قال لي في التليفون ده بيتزا متر يا عم الحاج وثلاث انواع. قلت بقى ان انا ايه هتظبط، بس انا اتظبطت فعلا. بس كتقييم بص هو كان في تجارب اسوأ من دي يعني. انا مريت بتجارب اكل كان في حاجات اسوأ من كده، بس انا للاسف لا يعني ما عجبنيش التجربه. مش عايز ابقى رايي قاسي بس بقول ممكن تعجب ناس يعني. ممكن تعجب. لا ما هو اكيد الاذواق مختلفه والاراء مختلفه. بس انا كيف بيتزا لا، انا لما اطلب بيتزا مش هطلب دي اكيد تاني. انا بس انا زعلان عشان حاجه. انا زعلان على فكره تسويقي في بيتزا هات. لما اختاروا فكره ان يعملوا بيتزا هات دي فكره كويسه، فكره تسويقيه وترويجيه حلوه. تشد الاسم بيتزا متر وحلوه.
كان لازم في مقابل ده ان انت اخترت فكره حلوه واسم حلو انك تشتغل اكتر على المحتوى بتاع المنتج نفسه. بالظبط، يقدموا بكواليتي احسن. بالظبط، وزي انت كنت بتعملها بالسعر. احنا يعني هو الموضوع ده كله وقف اعتقد بالتوصيل ب 241 ونص بالظبط. 241 ونص يا اخي، خليه 300 بس يعني حسن شويه الماتيريال بتاع الاكل، والغي الصوص ده، والغي الصوص ده، او ممكن برضو في ناس تحبه، او اديني زي ما انت اديتني اوبشنز في اختيار الثلاث اجزاء، اديني اوبشن في اختيار الصوصات. المشكله انا بفكر دلوقتي هروح اكل ايه بقى؟ يعني انا ايه، واحد صاحبنا خدعنا. عن نفسي انا حجزت الجزء ده. لا انا مش هاكل من دي اصلا. ما لا، بس الجزء ده بتاعي انا. ربنا يسامحك يعني، انا مش عاوز انفعل عليك في الفيديو لان انا كنت مجوع نفسي بقى لي 4 5 6 ايام عشان فيعني ضحك عليا. ضحك عليا. نعوضك في الفيديو الجاي يا عم علاء. فيديو مين بقى؟ خلاص بقى يا عم الحاج بقى، بعتذر لك. فانا هروح اجيب بقى سندوتشات فول وطعميه، اروح بقى العربيه الفول بتاع داود ابراهيم، اظبط بقى، اضرب بقى طبق الفول بقى، فاهم؟ والسلطه هاجي معاك. وبعدين ايه باشا ما انت هتيجي معايا، ما انت على طول جاي معايا. واد ابراهيم بقى ده بيظبطني بقى، عارف اللي هو بيحط طبق الفول وطبق جرجير وبتنجان مخلل. ما تديني الغطا ده كده يا عمرو، غطا عشان اقفلها، بس عايز اعمل حاجه بس عجباني، انا عايز اشوف شكلها بس وهي مقفوله. بس انت حبيبي انت عارف. هتصورها يعني؟ ايه؟ هتصورها؟ لا انا هصورها بس في وضع مختلف شويه. لازم ايه، عشان انا لازم اشكرك على التجربه دي. يعني عمرو طبعا هو اللي دافع وهو اللي جايب الكاميرا معاه. هتحاسبني عليها؟ ده انا هحاسبك حالا على البيتزا، اصبر، ده انا هديك حقها. فانا لازم اقدم شكر لعمرو. يعني دي البيتزا دي لما اخوك صغير يجوعك عشان ويقول لك دي مكانها الوحيد فوق دماغه، عشان دي تجربه. السلام عليكم. وبعد ما لبست البيتزا فوق دماغي، يا رب يكون الريفيو عجبكم. ولو انت كمان عايزني نعمل ريفيو على الاكل اللي انت بتحبها، يا ريت تكتب لنا في كومنت. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، واستنونا في فيديو جديد وهيكون معايا علاء. سلام. وفي نهاية تجربتنا النهاردة للمنتج اللي اخترناه، حبينا نلخص كل العناصر وتقييمها من 10. السعر 7/10، سرعة التوصيل 10/10، التغليف 5/10، درجة حرارة الأكل عند الوصول 8/10، تقييم المنتج الإجمالي 4/10. وفي النهاية ده تقييم تجربتنا، وممكن يكون ليكوا رأي تاني لأن المسألة مسألة أذواق.